السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم. إذا كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. إذا مرحبا بكم إن شاء الله فيديو جديد. السيدات والسادة الأساتذة والأستاذات، الآباء والأمهات وكل المهتمين بالشأن التعليمي. إذا يبدو أنه الحمد لله بوادر الخير وبوادر الرجوع للأقسام من طرف الأساتذة تلوح في الأفق من خلال مجموعة من البلاغات. اليوم اخترت لكم بلاغ اللي هو بلاغ مهم جدا، اللي هي من التنسيقيات العاملة في الميدان، واللي هي مأثرة من طبيعة الحال الاحتجاجات والإضرابات ديال الأساتذة. من طبيعة الحال إلا كنتو عقلتوا واحد الوقيته جميع الناس كانوا متفاهمين وكانوا متضامنين مع الإضرابات ديال الأساتذة، لأنهم فهموا الوضعية ديالهم وفهموا أنهم خرجوا الاحتجاجات لأسباب، وليس يعني حبا في هذه الإضرابات وحبا في هذه الاحتجاجات، خاصة وأنها يعني مكلفة صراحة. بالنسبة للإضرابات، الناس اللي ما عمرهم داروا الإضراب راه هو مكلف صراحة، سواء ماديا من حيث الاقتطاع، ومكلف أيضا نفسيا، لأنه الإنسان كيدخل في واحد الدوامة نفسية ديال الفراغ وتأنيب الضمير والحسرة، ويعني واحد المشاعر مختلطة، يعني كيخليه يعيش واحد النفسية اللي هي صعبة. بزاف ديال الناس لسوء الحظ راه تصابوا باكتئاب بسبب هذا الإضراب، خاصة ملي كتكون المدة طويلة، كتفوت واحد 15 يوم. من طبيعة الحال الرجوع ديال الأساتذة الآن راه هو ماشي زعما شي حاجة اللي هي غير عادية، طالما أن الحمد لله هناك مكاسب. والناس اللي كيقولوا بأن ليس هناك أي مكسب من خلال الاحتجاجات راه هما لسوء الحظ، ما عرفتش كيفاش كيفكروا، ما عرفتش زعما. ممكن نقولوا بأنها ما كافياش، ممكن نقول أنه ما حققناش 100%، ممكن نقولوا بأنه تحقق بعض الأهداف وبعض الأهداف لا. ولكن الأكيد أن هناك يعني مجموعة من المكتسبات، والمكتسب اللي كيبان لي أكبر مكتسب هو الاعتبار ديال رجل التعليم في المجتمع، ولا المكانة الاعتبارية ديالو. إذا ولا المجتمع كامل بجميع الأطياف ديالو، السياسية، النقابية، المجتمعية، الإعلامية، المؤثرة، عرف بأنه القيمة ديال الأستاذ أشنا هي، خاصة ملي خوا بلاصتو عرفوا بأنه البلاصة اللي عمرها هي مهمة جدا وما كاينش اللي يعمرها. إذا نبداو إن شاء الله بالتنسيقية الوطنية المدمجين الأراضيون سابقا من خلال البيان ديالها، ونطلعوا عليه ونشوفوا أشنو هما التوجهات ديالها وشنو هما يعني الأسباب اللي خلاتها أنها تعلق. إذا ما كنقولش بأنها كتلغي الإضراب، وإنما تعلق فقط. ونطلعوا إن شاء الله على هذا البيان هذا في جوج صفحات. إذا هذه الصفحة الأولى: لقد تابع الأساتذة العرضيون سابقا مجريات الحوار مع الحكومة، وتمت دراسة حيثياته خصوصا الملف المطلبي للمعنيين، حيث نسجل بكل حذر نية الحكومة في حلحلة مشكلنا الذي طال لعقود حتى صار ملفا ميؤوسا منه، وتسبب في مآسي اجتماعية وإنسانية للمتضررين من جراء عدم حله في وقته المناسب. لقد كان ملف الأساتذة العرضيين سابقا تتقاذفه الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات، ولما جاء الإدماج لم يتم وفق المعايير المنصفة أولا، ولم تحتسب لهم خدماتهم السابقة في التقاعد ولا في الترتيب الوظيفي. وأمام الوضع الجديد وما عرفت به هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من تضحيات جسام قدمتها لصالح البلاد والعباد طيلة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وما اتصفت به من روح وطنية عالية، فإن الأساتذة العرضيين سابقا يعلنون ما يلي. إذن أولا بغيت نوقف على الكلمة ديال الأساتذة العرضيين أو المدمجين. إذن هذه الفئة ديال الأساتذة هي واحد الأساتذة كانوا دخلوا ديك الساعة في إطار ديال واحد سد الخصاص، يعني ما دخلوش كمرسمين. إذن بحال إلا بغينا نقولوا بالعقدة كما يعني وقع دابا لي كونتراكتويين اللي كاينين دابا، الناس اللي دخلوا بالتقاعد أو التعاقد عفوا. ولكن بعد من طبيعة الحال النضال المستميت، إذا تم إدماجهم في الوظيفة العمومية، ولكن دوك السنوات اللي قضاو في الخدمة ممكن نسميوها سد الخصاص مثلا، إذا ما تحتسبش لهم في التقاعد، وخاصة أنه زعما قطعوا لهم الاقتطاعات ديال التقاعد إلى غير ذلك، وما تحتسبش لهم أيضا في الأقدمية العامة ديالهم اللي غيحتاجوها سواء للترقية أو للتقاعد. إذا العرضيون يعلنون ما يلي: يراقبون عن كتب ما ستؤول إليه الأمور فيما يخص حلحلة ملفهم وفق مطالبهم المشروعة، لأن الحكومة صراحة يعني وعدت خلال الحوار الاجتماعي وخلال المحضر ديال 26 جنبير بأن هذه السنوات سيتم إعادة احتسابها في التقاعد. يذكرون الحكومة بأنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم المشروعة بكونهم ضحايا المنظومة التربوية بشهادة كل مكونات الحوار القطاعي سواء اللجنة الوزارية والنقابات الخمس، وهي ضرورة احتساب سنوات العمل كعرضيين ضمن الأقدمية العامة وفي التقاعد، وإعادة الترتيب والاستفادة منها ماليا وإداريا، وكان يحتاجها مثلا يعني للترقية سواء لخارج السلم أو بالنسبة للسلم 11 بالنسبة للناس اللي باقين في الزنزانة 10 إلى غير ذلك. وبناء على مخرجات اللقاء التواصلي عن بعد للتنسيقية الوطنية للأساتذة المدمجين العرضيون سابقا والمنعقدة ليلة اليوم السبت 23 جويلية 2023،
القاضي بتعليق الإضراب في حالة استجابة الوزارة للملف المطلبي لهذه الفئة. وبناء على ما ضمن في المحضر الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوزارية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من الالتزام حكومي بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية الفئوية العالقة لنساء ورجال التعليم، ومن ضمنها معالجة ملف العرضيين المدمجين في شموليته، وذلك باحتساب سنوات الخدمة وتصحيحها. فإن اللجنة الوطنية بناء على مخرجات المحضر أو بناء على محضر مخرجات اللقاء التواصلي عن بعد، عقدت اللجنة الوطنية المؤقتة لقاء تناظريا عن بعد ليلة يوم الجمعة 29 دجنبر 2023، تدارست من خلاله مخرجات اللقاء التواصلي عن بعد السالف الذكر لأجراءته أو لأجراءتها، وعليه تعلن للرأي العام ما يلي. إذن هذو هما يعني المخرجات ديال ذاك اللقاء التواصلي التناظري الذي تم يعني بين مكونات أو بين القيادة ديال التنسيقية ديال المدمجين. تعليق كل أشكال الاحتجاج، وهنايا نسطر على كلمة تعليق لأنه يعني صراحة كاين واحد المشكل كبير ديال الثقة اللي هو مفقود ما بين الشغيلة التعليمية وما بين الوزارة ومن بين حتى النقابات اللي من المفروض أنها تلعب الدور ديال الواسطة ما بين الشغيلة والوزارة. كاين واحد الثقة مفقودة. يعني حقيقة أن الأساتذة ولاو كيعتبروا النقابات ماشي شريك وإنما عدو، وهما اللي كيعرقلوا ليهم، خاصة بعد يعني التدوينة ديال أحد يعني الأعضاء ديال المكتب الوطني ديال النقابة الوطنية أو التوجه الديمقراطي، النقابة الوطنية للتعليم، يعني اللي كيقول بأنه القجع يعني أقر أو لا وافق على الزيادة ديال 500 درهم كتعويض عن الإطار بالنسبة للابتدائي والإعدادي، و400 درهم بالنسبة للثانوي. ولكن بعض النقابات يعني عارضت ذلك يعني وطالبت يعني إرجاء هذا الإجراء إلى غاية مارس بطبيعة الحال، لسبب بسيط هو باش ما تحسبش هذه النقطة هذيك يعني كنقطة جابتها لي فينو. ولا سوء الحظ صراحة مؤسف إلا كان هذا الأمر هذا صحيح، وأنا متأكد صراحة هو قالها في الموقع، تقدروا تشوفوا اللي يعني ذكرها في الموقع في الصفحة الرسمية ديالو. تدعو كافة الأساتذة المدمجين العرضيين سابقا إلى تعليق الإضراب وكل أشكال الاحتجاج الموازية له، واستئناف العمل ابتداء من يوم السبت 30 دجنبر 2023، وعاشت التنسيقية الوطنية إلى غير ذلك. دونك أنا واحد الحاجة اللي كانت تعجب ليها، واحد الحاجة اللي بغيت نسطر عليها، وأنه صراحة هذا القطاع ديال التعليم فيه بزاف ديال الفئات اللي هي مهضومة. فعاقا ملي كتشوف داكشي كتقول علاش هاد الفئات، ولكن ملي كتجلس مع كل فئة وكيعاود لك المشكل ديالو كتلقى بأنه فعلا داكشي اللي كيقول راه منطقي وما كيتطلبش صراحة شي حاجة كبيرة باش يقدر يتحل هذا المشكل هذا. وانتم شفتوا المشكل ديال هاد الناس هادو راه طالما كانوا خدامين قبل ما يتنمجوا هذوك السنوات، راه من المفروض أنهم خصهم يتحسبوا لهم في التقاعد وفي الأقدمية ديالهم.